وسجل فينيسيوس جونيور هدفين للريال، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 52 والثاني في الدقيقة 72، بينما أضاف الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة 56. في المقابل وقع هدفي أتلتيكو مدريد كل من أديمولا لوكمان في الدقيقة 33 وناهويل مولينا في الدقيقة 66. وشهدت المباراة منعطفا حاسما بعد طرد فالفيردي في الدقيقة 77 عقب تدخله على أحد لاعبي أتلتيكو ليكمل ريال مدريد المواجهة ب10 لاعبين، لكنه نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. ورغم الفوز فجر الجدل التحكيمي موجة انتقادات حادة، إذ وصفت قناة ريال مدريد قرار طرد فالفيردي بالعار والفضيحة، متسائلة عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد VAR لمراجعة اللقطة. كما أعادت القناة التذكير بحادثة سابقة تتعلق بطرد جود بيلينغهام في مباراة أوساسونا يوم 15 فبراير 2025، والتي انتهت بالتعادل 1-1، معتبرة أن القرارات التحكيمية في مباريات الفريق تثير الكثير من علامات الاستفهام. وعقب تحقيق الفوز 24 هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و4 هزائم، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر برصيد 73، فيما بقي أتلتيكو رابعا برصيد 57 نقطة.